قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. بيبدأ المسلسل مع عربية ماشية بطريقة جنونية، ولو قربنا العربية دي هنشوف فيها مستر والتر وايت بيسوق، ومعاه في العربية 3 أشخاص واضح إنهم جثث، لكن والتر مش بيهتم وبيفضل يبعد بالعربية لحد ما بيقف في مكان أمان. بعدها جاب الكاميرا بتاعته وبدأ يصور فيديو بيقول فيه أنا والتر وايت، والفيديو ده مش دليل إدانة لكني بصوره لعيلتي. سكايلر مراتي عايزك تعرفي إني بحبك، أما ابني والتر جونيور فعايزك تعرف إني بحبك، وأي أخبار تسمعها عني تأكد إنها مش حقيقة. وهنا بتكون نهاية فيديو والتر. بعدها بيجيب مسدس وبيروح يقف يستنى الشرطة اللي جاية عليه. عند النقطة دي بقى لازم نقف وقفة كده لو عايزين نفهم بقى مين مستر والتر وايت وايه اللي وصله اصلا للمرحلة دي. لازم نرجع للماضي 3 أسابيع. بنشوف والتر وهو صاحي من النوم بدري كعادته وبيروح يتدرب، لكنه في التمرين بيبدأ يكح وبيحس انه تعبان جدا، لكنه مش بيهتم عادي وبيكمل تدريبه. بعدها بيقعد مع مراته وابنه يفطروا، وبنشوف ان ابنه عنده مرض او شلل بمعنى اصح في رجله وماشي بعكازات، لكن عامه ده مش مهم دلوقتي. المهم انهم بيخلصوا فطار وبيروح والتر مع ابنه مدرسه اللي شغال فيها كمان مدرس، وعند المدرسه بيودع ابنه وبيدخل يدي حصصه زي كل يوم. بنعرف هنا ان مستر والتر هو مدرس كيميائي عبقري جدا، لكنه بيكون واضح انه مش مسيطر قوي والطلبه مش بيحترموه خالص، لكنه عادي مش بيهتم وبيدرس حصته عادي. بعدها بيروح على شغله التاني، وبنكتشف هنا ان والتر شغال بعد المدرسه في مغسله عربيات، لكنه مش بيتحرج ولا حاجه وبيشوف شغله عادي جدا وبيكمل يومه. لكن برضه في مشاكل كتير بتقابله، زي النهارده مثلا في طلاب من عنده من المدرسه بيشوفوه فبيتريقوا عليه، لكنه مش بيعمل اي ردود فعل برضه وبيخلص شغله وبيرجع على البيت. اول ما بيدخل البيت بيتفاجئ ان قرايبه واصحابه وجيرانه كلهم عنده في البيت وعاملين له احتفال بمناسبه عيد ميلاده ال50. وتكون حاضر الحفله دي ماري اخت سكايلر مرات والتر، وجوزها كمان هانك، وهانك ده صديقي بالمناسبه ضابط شرطه كده. في الحفله بيطلب هانك من الكل ان هم يجيبوا قناه كده على التلفزيون، لان بيتذاع عليها لقاء لهانك لما قدر يقبض على عصابه بتتاجر في مخدر المس، وبيكون هانك قبض عليهم اصلا وهم معاهم مس وفلوس كتير جدا. الفكرة هنا هي ان الفلوس دي كلها اغرت والتر جدا لدرجة انه سأل هانك عن الفلوس دي، فعرفوا انهم 700,000 دولار، ودي بس الفلوس اللي قدروا يمسكوها. فبينبهر والتر، لكنه بيعدي الموقف والحفلة بتعدي وبيخلص اليوم. تاني يوم بقى بيروح والتر شغله في المغسلة كالعادة، لكن هو شغال تعبه بيزيد اكتر وبيقع مغمى عليه، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في عربية اسعاف وجنبه مسعف بيكشف عليه. مسعف ده استغرب من حالة والتر وسأله هل بتدخن او حاجة زي كده، فعرف والتر انه عمره ما شرب سيجاره واحده. فبيلاقي مسعف اكتر وبيصر يروح المستشفى يفحصوه. بالفعل بيروحوا المستشفى، وبعد الاشاعات الكتير بيقعد والتر مع الدكتور، فبيعرفوا الخبر الصادم وهو انه مريض بسرطان الرئه وقدامه كام سنه بس ويموت. مع الكلام ده بيتصدم والتر جدا ومبيكونش مصدق نفسه، والخوف من المستقبل المظلم ده بيصيب والتر بحاله ذهول، لدرجه انه حتى مش بيرد على الدكتور ولا بيهتم انه مريض اصلا وبيسيبه وبيمشي. بعدها بيروح على بيته، فبتساله سكايلر عمل ايه النهارده في يومه وكده، فبيخبي عليها ومش بيعرفها اي حاجه عن مرضه. بعد كده بيروح على شغله في المغسله، لكنه مش بيركز خالص في الشغل وطول الوقت بيكون بيفكر يعمل ايه في حياته. بس وسط تفكيره ده بيجيله صاحب المغسله وبيطلب منه يخرج يغسل عربيات. والتر وقتها بيكون خلاص جاب اخره من كل حاجه في حياته، فبيطلع عصبيته كلها في المدير وبيتخانق معاه وبيسيب له الشغل وبيرجع على بيته. وهناك بيقعد كتير يفكر وهو حزين، لحد ما وسط تفكيره ده بيطلع تليفونه وبيتصل بهانك وبيطلب منه ان هو ياخده معاه لمعمل من معامل مخدر المس اللي بيقبض فيه دايما على التجار بتوع المخدرات، لان نفسه يشوف المكان ده جدا بما انه كيمياء وكده. بيوافق هانك، وتاني يوم على طول بنشوف والتر مع هانك وظابط زميله بيراقبوا معمل مس بتاع عصابه ما. المهم بعد شويه مراقبه كده بيطلب هانك القوه، فبتيجي وبتدخل المعمل وبتقبض على شخص في المعمل ده اسمه امليو. بعد ما الشرطه قبضت عليه وتاكدوا ان مفيش اي حد تاني غيره، بيكلموا هانك، واللي بيقرر هو والظابط زميله يدخلوا يعاينوا المكان وبيسيبوا والتر لوحده بره. والتر بقى وهو قاعد فجاه بيتفاجئ بحد بيهرب من نفس المبنى ده بتاع العصابه، والحد ده بيكون عارف والتر كويس جدا لانه كان طالب قديم عنده اسمه جيسي. المفاجأة دي بتصدم والتر لأنه بيفهم كده إن جيسي شغال مع العصابة وبيهرب حاليا. بيحاول يتكلم معاه، لكن جيسي مش بيرد عليه أصلا وبياخد عربيته وبيهرب من المكان فورا وبيعدي اليوم. وفي الليل بيروح جيسي على بيته عادي جدا، لكنه بعد شوية بيتفاجئ بوالتر قدامه. طبعا بيتضايق وبيقول له والتر أنا مش فاضي لدرس في الأخلاق اللي جاي تدهني دلوقتي. وقتها قال له والتر بس أنا مش جاي أديك درس في الأخلاق، أنا جاي أعرفك إني هشتغل معاك. انا هصنع المس بما اني كيميائي، وانت دورك توزعه وتعرفني اكتر بالشغلانه بما انك كنت شغال في المجال ده. فايه رايك
نشتغل سوا ولا بلغ عنك. طبعا ما بيكونش جيسي فاهم اي حاجه، لكنه بيعرف والتر انه موافق، فبيفرح والتر وبيسيبه بيمشي. تاني يوم بيبدا والتر شغل على طول، وبيروح للمدرسه بتاعته وبيسرق من هناك معدات من معمل الكيمياء لانه طبعا هيحتاجه في الشغل الجديد. بعد كده بيروح لجيسي وبيديله الادوات دي كلها وبيقول له يلا نبدا الشغل، لكن جيسي بيرفض وبيقول له مش هينفع نطبخ المس ده في البيت لان كده هيتقبض عليهم. فبيسالوا والتر امال هيطبخوا مخدر المس فين، فبيقترح عليه جيسي انهم يشتروا عربيه كده زي بيت متنقل ويطبخوا فيه المس في امان كده في الصحراء، ويوم ما الشرطه توصل لهم مثلا او تقرب عليهم يهربوا بالبيت ده لانه اصلا هيكون عربيه في الاول وفي الاخر، فالموضوع هيكون سهل. يوافق والتر على الحل ده، وتاني يوم بيروح البنك وبيسحب كل فلوسه وبيديها لجيسي عشان يشتري البيت ده. لكن جيسي ما اهتمش وساله بس هو بيعمل كل ده ليه وهو اصلا راجل محترم. وقتها ضحك والتر وعرفه انه ما عندوش وقت ولازم يسيب اكبر كميه من الفلوس لعيلته بحيث ما يضيعوش من بعده، وبيسيبه وبيمشي. تاني يوم بقى بيكون جيسي جاب العربيه خلاص، فبيروح لوالتر وبيبداوا على طول الشغل. بعد شويه شغل حلوين كده بينجح والتر في صنع المس، واللي اول ما بيشوفه جيسي بينبهر جدا وبيعرف والتر انه عبقري جدا لانه عمره ما شاف مس بالجمال ده. بعد كده بياخد جيسي عينه صغيره وبيسيب والتر وبيروح لتاجر مخدرات كده صاحبه اسمه كريزي وبيعرض عليه المس ده. برضه بيتفاجأ كريزي جدا من جمال المس، لكن مش ده اللي بيفرق معاه حاليا، وكل اللي بيهمه دلوقتي انه زعلان جدا من جيسي عشان سلم امليو، لان امليو ده صديقه اصلا اللي اتقبض عليه من شويه، ده يبقى قريب كريزي. لكن جيسي بينكر انه اصلا سلمه وبيعرف كريزي انه قدر بس يهرب من مكان مش اكتر، لكن كريزي مش بيهتم وبيقول له كلامك مع امليو نفسه. وهوب بيجي امليو واللي بيطلع اصلا ان هو طلع من السجن بكفاله. المهم ان امليو بيتهم جيسي انه سلمه للشرطه وبيعرفه انه لو مش عايز يموت دلوقتي يعرفهم مين اللي صنع المس ده، فلان جيسي هفا وغلبان بياخدهم على طول لوالتر. اول ما بيشوف امليو والتر بيتوتر جدا، بيعرف كريزي ان والتر ده كان مع الشرطه اصلا وهم بيقبضوا عليه، وبيكون فاكره اصلا مخبر وعايز يقتله، وبيهددوه هو وكريزي بقتله هو وجيسي. لكن والتر بيهديهم وبيقول لهم سيبونا نعيش وفي المقابل هديكم الوصفه بتاعتي عشان تصنعوا المس ده. طبعا بيوافقوا كلهم لانهم فرحانين بجوده المخدر ده، وبيربطوا جيسي وبيسيبوه في الصحراء. بعدها بيدخلوا مع والتر العربيه عشان يوريهم الوصفه، لكن اول ما بيدخلوا بيلاقي والتر ان امليو مولع سيجاره، فبيطلب منه يرميها، فبيرميها امليو بره العربيه وخليك فاكر السيجاره دي لقدام. المهم بيبدا والتر يصنع المس قدامهم، لكن في لحظه معينه بيرمي على الخليط اللي عمله ده فوسفور عشان بوم يعمل انفجار، وهو بيسيب امليو وكريزي في العربيه وبيخرج جري وبيسيب الغاز يقتلهم، لان الوصفه اللي كان بيعملها مع الفوسفور دي اصلا بتنتج غاز سام بيقتل اي حد بيستنشقه. لكن لسه مش بيلحق والتر يفوق من المصيبه دي، بيلاقي ورا العربيه حريقه كبيره بسبب السيجاره اللي رماها امليو. فبسرعه بيروح لجيسي واللي بيكون لسه مغمى عليه وبيلبسه قناع يحميه من الغاز السام، وبيلبس هو كمان واحد تاني وبيركبوا العربيه واللي خلاص كل اللي فيها ماتوا وبيبداوا يجروا بيها. وبكده بنرجع للمشهد اللي شفناه في الاول خالص، وبنجري بقى بالاحداث لحد ما بنشوف والتر واقف مستني الشرطه وماسك مسدس. لكن والتر في اللحظه دي بيكون هيتجنن ومش مصدق انه قتل 2 حاليا، وكمان مع سرينة الشرطه اللي بدا يسمعها بتقرب عليه بيكون حاسس ان خلاص هي دي النهايه، فبيقرر يقتل نفسه. لكن المسدس لحسن الحظ مش بيضرب اي حاجه. طبعا بيتوتر والتر وبيحاول ان هو يستخبى، لكن فجاه بتظهر العربيات اللي عامله صوت السرينه دي، وبتكون يا دوبك عربيات مطاف مش اكتر. فبيهدى والتر وبيخبي المسدس، والعربيات بتعدي من قدامه عادي جدا من غير ما تعمل اي حاجه. الحمد لله الموقف كله بيعدي على خير. بعد كله بقى بيجيله جيسي واللي حرفيا لسه فايق اصلا دلوقتي، وبيساله ايه اللي حصل، فبيقول له والتر مش مهم، يلا بينا ننظف الفوضى اللي حصلت دي. اول حاجه بيعملوها انهم بيجيبوا ونش كبير يشد العربيه بتاعتهم لانها يعني غرزت، فعلا بيشد الونش العربيه. بعدها بيركبوها وبيكونوا الاتنين متوترين جدا لانهم مش قتله، بس بيحاول والتر يسيطر على الموقف وبيدور العربيه عشان يتحركوا. لكنهم في الوقت ده بيسمعوا صوت من العربيه، بيروحوا يشوفوا فيه ايه، بيكتشفوا ان كريزي لسه ما ماتش. طبعا بيتصدموا، لكن والتر بيقول لجيسي سيبه في العربيه كده لحد بكره وهو هيموت لوحده، بعدها هنشوف وقتها هنعمل ايه في الجثث دي كلها. وبالفعل بيوافق جيسي على كلامه وكل واحد بيروح في طريقه. تاني يوم بقى بيصحى والتر وبيقعد يفطر عادي خالص مع عيلته، لكن في الوقت ده بتيجي مكالمه على تليفون البيت من جيسي، فبيرد والتر عليه وبيعمل نفسه انه بيكلم حد في شركه الاتصالات عشان يعني عيلته طبعا ما تعرفش. المهم ان جيسي بيعرفه ان كريزي لسه ما ماتش وسمع صوته كويس جدا في العربيه، فبيهدي والتر وبيعرفه انه هيكون عنده بعد المدرسه، بيقفل معاه وبياخد ابنه وبيروحوا على المدرسه.
في الوقت ده بقى بتاخد سكايلر رقم جيسي لانها بتكون اصلا مش واثقه انه حد من شركه الاتصالات، فبتبحث عن الرقم ده وبتعرف انه بتاع جيسي، وبتدخل على صفحه التعريف بتاعه جيسي فبتلاقي ان التافه كاتب انه بيهتم بالبنات والمخدرات وبس. فطبعا بتستغرب ليه جوزها اصلا يعرف واحد زي ده، وبتقرر انها تدور في الحوار. عامة على الناحية التانية بيروح والتر لمعمل المدرسة وبيسرق منه حمض الهيدروفلوريك بحيث يعني يستخدمه في تذويب الجثث، وبياخد الحمض ده وبينطلق على بيت جيسي. بمناسبة جيسي بقى فبيكون حاليا في البيت وبيلاحظ ان باب العربية مفتوح، بيروح يشوفه بيلاقي ان كريزي فك نفسه وهرب، فطبعا بيخاف جدا وما بيكونش عارف يعمل ايه. لكن لحسن الحظ والتر وهو في طريقه لجيسي بيشوف كريزي ماشي في الطريق ومتبهدل خالص، فبياخده وبيرجع بيه عند جيسي وبيحبسوا كريزي في المخزن وبيربطوه. بعدها بيقعدوا سوا يفكروا هيعملوا ايه، فبيعرف والتر جيسي ان في مشكلتين دلوقتي، اولا مشكله كريزي، ثانيا مشكله جثه امليو، وبيتفقوا سوا دلوقتي ان واحد فيهم هيقتل كريزي والتاني هيتخلص من جثه امليو. وهنا بيخافوا الاثنين وبيكونوا عايزين هما الاثنين ان هما اصلا اللي يدوبوا الجثه ومحدش يقتل كريزي. فبيعمل والتر قرعه عشان يشوفوا مين فيهم هيعمل ايه ومين فيهم هيعمل ايه، وبيطلع حظ جيسي انه يدوب جثه امليو، اما والتر فبيكون حظه انه يقتل كريزي. وقتها قال والتر لجيسي خلاص اخرج جيب ادوات معينه كده عشان تدوب بيها امليو زي مثلا طبق بلاستيك وغيره. فبيسيبوا جيسي وبيروح يجيب الطلبات دي كلها. في الوقت ده بقى بيفضل والتر يفكر وهو محتار جدا يقتل كريزي ازاي، ومش بيكون قادر خالص انه يعمل حاجه زي دي. لكنه في النهايه بيقرر يقتله، بياخد كيس وبينزل له عشان يخنقه بيه، لكنه اول ما بيلاقي كريزي فاق وصحي بيخاف وبيرجع في قراره، وبيخرج من المخزن وبيروح يعني يجيب له اكل وشرب كده لكريزي وبينزله له. بعدها بيطلع يفكر يعمل ايه، وبالصدفه بيلاقي الماريجوانا بتاعت جيسي فبيقعد يشرب منها وهو محتار عشان يعني يهدي نفسه شويه، مع انه عمره على فكره ما عمل حاجه زي دي خالص. ومن بعد شويه بيجيله جيسي وبيساله عمل ايه في كريزي، فبيعرف والتر انه ما عملش حاجه، وبيعرفه انه هيخرج دلوقتي عشان هيروح مع مراته عند الدكتور، وبكره هيجي وهيحاول يقتل كريزي. طبعا جيسي بيرفض، لكن والتر كالعاده مش بيهتم بيه وبيسيبه وبيمشي، وبياخد والتر بعضه وبيروح مع سكايلر مراته عند الدكتوره، لان يعني بالمناسبه سكايلر حامل. المهم بتكشف الدكتوره عليها وبتعرفهم ان الطفل ده هيكون بنت، فبيفرحوا هما الاثنين لانهم يعني نفسهم في بنت. وقتها بتستغل سكايلر حاله السعاده دي وبتسال والتر مين جيسي اللي كلمه الصبح ده، فبيتوتر والتر وبيعرفها ان جيسي ده هو شاب مدمن كان يعني طالب عنده قبل كده في المدرسه، حاليا بيكلمه عشان يشتري منه ماريجوانا. فبتتصدم سكايلر لان والتر عمره ما كان بيشرب حاجه زي دي، لكنه بيعرفها انه يا دوبك بيشرب بس من حين لاخر مش اكتر، وبيطلب منها ما تتدخلش في اموره. فبتعدي سكايلر الموقف مؤقتا. تاني يوم بقى بيقعد جيسي يشرب شويه ماريجوانا، بعدها بيقرر انه هيتشجع ويخلص من جثه امليو، وفعلا بيخرج يجيب الجثه من العربيه، لكن قبل ما يدخل بيها البيت بتوصل سكايلر عنده، بيوقف جيسي اللي بيعمله ده وبيروح لها وبيسالها عايزه ايه، بتعرفوا انها مرات والتر وبتهدده ان جوز اختها ظابط، وبتطلب منه يعني انه يبعد عن جوزها والتر والا هتبلغ عنه. فبيوافق جيسي وهو مش فاهم اي حاجه، وبتسيبه سكايلر وبتمشي. بعد كده بياخد هو الجثه بسرعه وبيطلع بيها الحمام، والغبي بيحط الجثه في البانيو وبيفضي عليها الحمض عشان يدوبها، لكنه مش بيحط الجثه اصلا في البلاستيك زي ما والتر قال له، وده هنعرف عواقبه الكبيره كمان شويه. المهم بعد فتره بيوصل والتر فبيتخانق مع جيسي على اللي قاله لمراته، وبسببه جت طبعا تهدده، لكن والتر بيعرفه ان ده كان الحل الوحيد قدامه عشان يعني يخلص من زنها. بعد كده بيساله والتر عمل ايه في جثه امليو، فبيعرفوا جيسي انها في البانيو حاليا وبتدوب دلوقتي. فبيتصدم والتر جدا وبيقول له هو انت غبي، انا قلت لك تدوبه في بلاستيك، وبيطلع عشان يحل المشكله دي. لكن قبل ما يوصل للحمام فجاه بيلاقي البانيو بالارضيه بتاعته كلها اتدمر خالص ووقع. بيتخض جيسي وبيساله هو ليه اصلا الكلام ده كله حصل، فبيعرفوا والتر ان الحمض ده بيدوب الطوب والسيراميك، عشان كده اصلا طلبت منك يا غبي تدوبه في بلاستيك مش في البانيو. في المجمل يا صديقي كده كده خلاص جيسي غبي وبوظ الدنيا، فبناء عليه بيبداوا من دلوقتي هما الاثنين ينظفوا الفوضى الكبيره جدا اللي حصلت دي. تعال نسيبهم بقى ينظفوا مع بعضيهم ونروح لسكايلر، واللي بتكون في الوقت ده قاعده مع اختها ماري، وبتسال ماري عن اضرار الماريجوانا بما ان يعني جوزها ظابط في مكافحه المخدرات. لكن ماري مش بتهتم تقول لها على الاضرار، وبتسالها بس مين اللي مدمن اصلا. بتكون شاكه جدا انه والتر الصغير ابنها، وخلينا نسميه يعني حاليا والت اختصارا يعني عشان خاطر نعرف نفرق بينه وبين والتر الكبير ابوه. المهم بتعرفها سكايلر ان والت مش مدمن خالص، وهي يا دوبك بس بتسال عشان يعني بتكتب قصه عن ادمان المخدرات وكده، لكن ماري مش بتصدقها وبتمشي. بعدها بتتصل بهانك جوزها وبتعرفوا انها شاكه شويه ان والت مدمن على المخدرات. بيتفاجئ هانك وبيقرر انه هيعدي عليه وينصحه. بعدها بنرجع بقى لوالتر وجيسي واللي بيكونوا خلاص خلصوا تنظيف، بينزل والتر يودي لكريزي اكل وينضفوا له كمان المخزن اللي هو فيه وهكذا يعني.
لكن في الوقت ده بيتكلم كريزي مع والتر وبيندهله باسمه. فبيتفاجئ والتر جدا وبيقول له انت عرفت اسمي منين؟ بيعرفوا كريزي ان جيسي وقت ما جاله هو وامليو حكى لهم على كل حاجه عنه وعن تاريخه، لدرجه انهم اصلا يعرفوا ان عنده ابن عنده اعاقه. فبيتصدم والتر وبيطلع يتخانق مع جيسي. بيلاقي جيسي بيدخن اصلا المس اللي صنعه، فبيتعصب اكتر لانه كده هيخلصوا كله قبل ما يبيعوه. وهوب الخناقه بتتطور بينهم، فبيمسك والتر كيس المس وبيرميه في الحمام، لكن جيسي بياخده وبيسيب والتر وبيمشي من البيت. بس قبل ما يمشي بيطلب من والتر يخلصوا من كريزي لان ده دوره في الخطه، وبعد كده مش عايزين يتقابلوا تاني خالص ولا يشتغلوا مع بعض، وبيسيبه وبيمشي. فبيقعد والتر وهو مش فاهم هيعمل ايه، يقعد يفكر كتير كتير كتير. فتعالى نسيبه يفكر براحته ونروح لهانك، واللي بياخد والت لمكان بيعيشوا فيه مدمنين كتير للمخدرات عشان يعني يحذروا من نهايه السكه دي ويوري له قد ايه هي سكه مأساويه. وعشان يثبت له كمان هانك كلامه بالادله، بيجيب بنت كده مدمنه من المكان اسمها ويندي، وبيفضل يخليها تحكي عن ادمانها للمخدرات وكل المساوئ بتاعتها. بتعمل ويندي كده وبتحكي لولت، واللي كان بيضحك اصلا جدا لانه مش مدمن ولا حاجه ومش فاهم اصلا ليه هانك بيعمل كده. المهم بتخلص ويندي قصتها وبتدخل المكان اللي عايشه فيه، فبنتفاجئ ان جيسي عندها لانهم اصلا صحاب ومدمنين سوا. عامه بنرجع لولتر واللي بينزل حاليا باكل لكريزي لانه لسه يعني ما قررش يقتله. والمهم يعني انه وهو نازل عند كريزي بيتعب جدا، فبيقع مغمى عليه وبيقع منه الطبق بتاع الاكل وبيتكسر. لكن هو بعد شويه بيفوق تاني، فبيساله كريزي ماله ايه اللي حصل له. فبيعرف والتر انه للاسف مريض بسرطان الرئه. بعدها بيلم الطبق اللي اتكسر منه وبيطلع يجيب له اكل تاني، وبينزل يقعد مع كريزي وبيفضلوا يتكلموا. بيطلع والتر عارف ابو كريزي اصلا لانه كان عنده محل اساس قديم كده دايما والتر كان بيشتري منه. والعاده دي يا صديقي بتخلي والتر يغير رايه خالص في قتل كريزي، وبيتفق معاه كمان انه هيحرره لانه مش عايز يقتله ولا عايز يقتل اصلا. وفي المقابل كريزي ما يفكرش اصلا ينتقم، وكل واحد يعني يروح لحاله. فبيوافق كريزي وبينصح والتر انه ما يتدبسش اصلا في تجاره المخدرات لانها مش ليه. فبيوافق والتر وبيسيبه عشان يجيب مفتاح كده يفك له بيه القفل اللي على رقبته، لانهم اصلا رابطين كريزي بالقفل بتاع موتوسيكل جيسي. المهم بيجيب والتر المفتاح، لكن قبل ما ينزل لكريزي بيرمي ازازه مشروب كانت معاه في الباسكت، لكن لحظه كده بيركز مع بقايا الطبق اللي اتكسر من شويه وبيحس بحاجه غلط. فبيجيب الطبق وبيفضل يجمعه حته حته، فبيكتشف ان في جزء ناقص، وبيعرف على طول انه لما كان مغمى عليه اكيد كريزي خد الجزء ده، وبالتالي اول ما هيفكه هيقتله. فبيزعل والتر جدا لانه كده هيضطر يقتله، وهو اصلا كان مقرر يبعد عن كل ده. لكن ما باليد حيله، وعشان كده بيروح والتر لكريزي وبيطلب منه يلف عشان يفك له القفل. فبيلف كريزي وهو مش مدي اخوانه خالص، فبسرعه بيبدا والتر يخنقه بالقفل لحد ما بيقتله. تاني يوم بيرجع جيسي مش بيلاقي والتر في البيت ولا كريزي ولا اي حد خالص، فبيرتاح شويه لانه كده خلاص خلص من المصيبه، وبيعرف ان كده اكيد والتر قتله. عامة على الناحية التانية بيروح هانك للمكان اللي كانوا فيه والتر وجيسي أول مرة قابلوا أمليو وكريزي، وبيلاقي هناك عربية أمليو. فبيفحصها بيلاقي عينة المس اللي كان جيسي اداها قبل كده لأمليو وكريزي، وبيلاقي الماسكات بتاعت والتر وجيسي لأنهم نسيوها هنا. بعد شوية بيجتمع هانك بكل ضباط مكافحة المخدرات وبيعرفهم إن كريزي كان مخبر ليه قبل كده، وهو اللي أصلا كان مسلم أمليو قريبه. وهو بيعرفهم كمان هانك انه ليه العربيه بتاعت كريزي، وفحص عينه المس اللي لقيها في العربيه، فليه ان المس ده قوي جدا وافضل من اي مس كان موجود في المدينه. ويعرف الكل ان كريزي مختفي حاليا، لكنه شاكك جدا ان امليو قريبه اكتشف انه سلمه فقتله. لكن المهم ان في عصابه جديده في المدينه وهي اللي صنعت المس ده، وبيعرف الكل انهم لازم يكثفوا جهدهم ويمسكوا العصابه دي. عامه تاني يوم بقى بيكون هانك ومراته ماري قاعدين مع والتر وعيلته، وعاملين ايه يعني زي قاعده كده صغيره عائليه وحفله شو صغيره كده. وسط ده كله بقى بيتكلم والتر عن بدايه معرفته بسكايلر مراته وكده، فبتتاثر سكايلر جدا وبتبدا تعيط. بعدها بتسيبهم وبتمشي. فبيسال والتر مالها، فبيعرفهم والتر انه عرفها امبارح انه للاسف مصاب بسرطان الرئه، وعشان كده هي زعلانه ومتاثره جدا. طبعا الكل بيتصدموا وبيحل الصمت فجاه على المكان. لكن بعد شويه بيقعدوا كلهم مع والتر وبيعرفوا انهم جنبه وهيسعوا بشكل كبير في علاجه لحد ما يكون كويس. وقتها بيوافق والتر على كلامهم، لكن بيكون واضح جدا انه متضايق وحاسس ان الكل بدا يشفق عليه بسبب مرضه ده، ودي حاجه هو ما كانش حاببها. في المجمل على الناحيه التانيه عند جيسي بيكون معاه حاليا 2 صحابه، واحد منهم دلوقتي بيدخل الحمام فبيشوف الانهيار اللي تحت البانيو وطبعا بيستغرب. فبيسال جيسي، لكن جيسي بيكذب عليه وبيقول له انه يا دوبك يعني بيرمم في البيت وكده، فيعني الموضوع بيعدي. بعدها بيسالوا صحابه لو لسه بيبيع مخدر المس، بيقول لهم وبيجيب لهم كمان عينه من اللي صنعها والتر، وبيشربوا كتير جدا.
تاني يوم بقى اول ما بيصحى جيسي بيشرب ميس برضه بسبب الكميه الكبيره اللي شربها دي، بيبدا يحس بحاجات غريبه وبيتخيل حاجات غريبه برضه، زي انه مثلا يعني بيتخيل ان في 2 جايين على بيته بسلاح، فبيترعب جدا وبيخاف وبياخد بعضه وكيس الماس وبيهرب من البيت خالص، واصلا مفيش لحد جاي بسلاح ولا اي حاجه. المهم بيروح على بيت اهله وبتجيله امه وابوه واخوه الصغير جايك، وبيتضايقوا من شكله وبيكونوا عارفين انه لسه مدمن، لان جيسي ليه تاريخ كبير معاهم في الموضوع ده، لكن رغم كده بيرحبوا بيه في البيت عادي خالص، لانه في الاول وفي الاخر ابنهم. عامة بنروح بقى لوالتر، واللي بيصحى من النوم بيلاقي مراته بتكلم دكتور عشان يعالجه، وبيعرف انها هتاخد من الفلوس اللي شايلينها $5000 كاملين عشان الكشف، فبيتضايق وبيطلب منها انها يعني ما تدفعش حاجه، وبيعرض عليها انهم ما يروحوش للدكتور خالص، لكن سكايلر بتعترض وبتعرفه انه لازم يتعالج، وبتعرض عليه ياخدوا فلوس كمان من هانك، لكنه بيرفض بشكل قاطع. فبتعرض عليه يكلم امه ويطلب منها فلوس، فبيتضايق والتر شويه، لكنه بيعرفها انه هيروح يكشف وهيتصرف هو في الفلوس دي، وبيسيبها وبيروح اوضه ابنه، وبيكون مخبي اصلا فلوس في الاوضه. والعلم يعني الفلوس دي هو خدها من املي وكريزي، لان لو تفتكر هم اصلا كانوا رايحين يشتروا منه، فكانوا واخدين فلوس معاهم. المهم يعني انه بيطلع الفلوس وبياخد منها المبلغ اللي عايزه وبيخرج. بعدها بيتحرك على البنك، بس المشكله هناك انه لما بيوصل مش بيلاقي ركنه، وبيفضل مستني عربيه تخرج عشان يعني يركن مكانها، لحد ما بعد فتره بتخرج عربيه فعلا، بس قبل ما يجي يركن هوب بيجي شخص ما عندوش ذوق وبيركن مكانه. فبيتعصب جدا والتر وبيفضل ينده على الراجل ده، لكن الراجل مش بيهتم اصلا ومش بيرد عليه. فبيتكلم والتر اكتر وبيحفظ النمره بتاعت الراجل ده، وبيكون مستحلف له انه هيأذيه بسبب اللي عمله. وده يدل يا صديقي ان شخصيه والتر بتتغير تماما من المدرس الغلبان لشخصيه المجرم. والمناسبه يفتكر الراجل ده كويس جدا برضه لقدام. عامه بيدخل والتر للبنك وبيدفع الفلوس عشان يعني الكشف بتاعه، وبياخد بعضه وبيرجع البيت، وهناك بيقعد يعد الفلوس اللي باقيه معاه، لكن في الوقت ده بيلاقي جيسي جاي له البيت، فبيفتح له وهو متعصب وبيعرفه ان الشغل اللي بينهم انتهى خلاص ومش عايز يشوفه تاني. لكن جيسي بيعرفه انه باع الكميه بتاعت الميس كلها لناس صحابه، وبيديله كمان نصيبه من الفلوس، وبيعرض عليه انهم يشتغلوا سوا تاني واكيد هيكسبوا اكتر، بس والتر بيرفض بشكل قاطع وبيطرد جيسي من البيت. عامة بيروح والتر مع مراته سكايلر للدكتور، فبيكشف على والتر وبيعرفهم ان للاسف حالته صعبه جدا جدا، فلازم من دلوقتي ياخد علاج كيماوي، بس هيكون ليه اثار جانبيه خطيره وكمان بفلوس غاليه جدا. فبيحبطوا والتر وسكايلر وبياخدوا بعضيهم وبيروحوا. وفي البيت بتقعد سكايلر تسال والتر هيتعالج ازاي، وبتعرض عليه يعني انه يتعالج بنظام القروض، لكن والتر بيرفض وبيكون شايف انه مش هيتعالج وكده كده هيموت، فمش عايز يعني لما يموت يخلي عليهم ديون كتير. في اللحظه دي بيتعصب ابن والت من كلامه وبيقول له انت كده بتهرب ومش عايز تتعالج، فقتل نفسك احسن من دلوقتي. طبعا الكلام ده بيضايق والتر، فبيخرج من البيت وبيقعد يلف بعربيته، لكنه في السكه بيتعب جدا جدا وبيدخل في نوبه كحه كده، فبسرعه بيركن العربيه في بنزينه لحد ما يهدى. في الاثناء دي بقى بيدخل شخص للبنزينه، وبيكون ده نفس الراجل اللي ركن مكان والتر في البنك، ولان والتر اصلا متعصب فبيقرر يزعل الراجل ده. بيستناه لما بيدخل الماركت، وبيروح هو لعربيته وبيفتح الكبوت بتاع العربيه، بعدها بيحط مساحه الازاز وهي مليانه ميه على البطاريه وبيقفلها وبيمشي اكنه ما عملش اي حاجه. بعد لحظات بوم بتنفجر العربيه وبيطلع صاحبها وبيكون هيتجنن، وده بيفرح والتر وبياخد عربيته وبيمشي بمنتهى الهدوء ولا كأنه عامل حاجه. اما جيسي بقى ففي نفس الوقت ده بيكون قاعد مع ابوه وامه، واللي بيتهموه بسجاره ماريجوانا لقيوها في اوضته، وبيعرفوه انهم مش هيستحملوا يدمنوا ده، وبالعربي كده يعني بيطردوه من البيت. فبيخرج من البيت وهو متضايق وبيقرر انه يرجع لبيته ويعيش لوحده من تاني. لكن قبل ما يمشي بيجيله اخوه الصغير جايك وبيشكره انه ما فتنش عليه، وبنكتشف هنا ان السيجاره دي اصلا كانت بتاعه جيك. مضحك بقى ان جيك بيطلب منه السيجاره، فبيتعصب جيسي وبيقطعها وبيرميها له وبيمشي. بعدها بقى بيقرر جيسي يتغير فعلا ويبعد عن سكه المخدرات دي، وعشان كده بيروح يقدم على شغل، لكن الوظيفه اللي بيتقبل فيها بتكون شاب اعلانات، يعني باختصار كده هيلبس اعلان للشركه ويقف قدامها بس كده. طبعا بيرفض جيسي الوظيفه دي وبيمشي، بس وهو ماشي بيقابل بصدفه صديق ليه كده اسمه بادجر شغال نفس شغلانه الاعلانات دي. المهم بيقفوا هو بادجر يتكلموا، وفي الوقت ده بيقول له بادجر سمعت عن المس اللي بتصنعه وعايز اشتري منك، لكن جيسي بيعرفه انه ما بقاش بيشتغل خالص في الموضوع ده، لان يعني كان معاه شريك ليه في الشغل وانفصلوا، وغير كده برضه فهو اصلا مش عارف يجيب المواد الخام اللي يصنع بيها المس. فبيعرض عليه بادجر ان هو يجيب له المواد دي ويصنعوها سوا مع بعض، فبيوافق جيسي جدا. تاني يوم بيروح له بادجر ومعاه كل المواد الخام، فبيبدا جيسي يصنع المس، وبعد شويه بيقدر يصنع فعلا، لكنه بيلاقيه مليان مشاكل فبيرمي الكميه دي. بعدها بيبدا يصنع كميه تانية وفعلا بيصنعها، بس برضه مش بتعجبه وبيرميها.
هنا بقى بيتعصب بادجر لانه دافع حق الحاجات دي كلها، فبيبداوا هو وجيسي يضربوا في بعض، لكن جيسي بيقدر يبعده عنه وبيرميه بره العربيه وبياخد العربيه وبيهرب بسرعه من المكان. اما والتر فبيروح هو وسكايلر على حفله عيد ميلاد واحد صاحبهم كده من زمان اسمه إليوت، والعلم يعني والتر مش بيطيق إليوت ده لاسباب يعني هنعرفها قدام. لكن في المجمل بيروح والتر على الحفله وبيقابل إليوت وبيسلم عليه، بعدها بيبدا يلف في المكان وبيدخل مكتب إليوت، فبنلاقي هناك ان إليوت ده عالم كيميائي اصلا واخد براءه اختراع، وكمان عنده شركه اسمها جراي ماتر، ده غير الشهادات وحاجات تانية كتير، واللي يعني لما والتر بيشوفها بيتاثر وبيحس بالحسره وبياخد بعضه وبيخرج من المكان. بالصدفه بيقابل واحد من صحابه القدامى واللي يعني بيرحب بيه جدا، بعدها بيعرفوا الراجل ده على ناس صحابه وبيطلب منه والتر يحكي لهم كلهم الاختراع اللي عملوه زمان هو وإليوت. فبيبدا والتر يحكي وبنعرف ان اصلا والتر وإليوت كانوا عاملين مع بعض زمان براءه الاختراع اللي هي حاليا بتاعت إليوت دي، وهم اصلا اللي بنوا شركه جراي ماتر مع بعض وكانت بتاعتهم هما الاثنين. لكن بعد كده بشكل ما ساب والتر الشركه وبقى يديرها إليوت مع مراته جريتشن وبس، والتر ما بقاش ليه اي حاجه. في المجمل بعد شويه بيقعد إليوت مع والتر وبيعرض عليه ان هو يعني يرجع يشتغل معاهم في الشركه من تاني، وبيعرفوا انه هيكون ليه تامين صحي ضخم جدا هيساعده جدا في علاجه. فبيتعصب والتر وبيفهم ان سكايلر كده اكيد حكت له على مرضه، فبيسيب إليوت وبياخد سكايلر وبيمشوا من الحفله خالص، وبيتخانق معاها لانها عرفت إليوت مرضه وكمان طلبت منه المساعده. بتحاول سكايلر تهديه وتقنعه ان يعني الموضوع عادي، لكن والتر مش بيقبل بكده وبيقول لها دي شفقه وعمري ما هقبلها. تاني يوم يا صديقي بيروح والت واتنين صحابه يشتروا مشروبات كحوليه، مع العلم انها اول مره تحصل، لكن يعني لانهم اصلا تحت السن فمش هينفع يشتروا بنفسهم. فبيروح والت لراجل كده وبيطلب منه يشتري له، لكن الراجل ده اصلا بيطلع شرطه وبيقبض على والت. بعد شويه بيجي هانك يستلمه لان والت قال لهم ان هانك ابوه، المهم ان هانك بيتكلم معاه وبيعرفه انه كان لازم يقول لابوه لان كده غلط. فبيعرف والت انه متضايق اصلا من ابوه لانه عايز يستسلم ومش عايز يتعالج. بيتأثر هانك من كلامه وبياخده على البيت. بعدها بيقعدوا هانك وسكايلر وماري مع بعض وبيتفقوا انهم كلهم يتجمعوا كده مع والتر ويقنعوه ان هو يتعالج ويقبل كمان بعرض إليوت. وبالفعل بعد شويه بيجي والتر وبيفضلوا يلحوا عليه كتير جدا انه يتعالج بالفلوس بتاعت إليوت، لكن والتر بيرفض لانه مش عايز الايام الاخيره في حياته يقضيها بين المستشفيات والدكاتره، على الاقل في اخر ايامه يعيش مع عيلته شويه لانه كده هيموت وكده هيموت. طبعا الكل بيتأثروا ومحدش بيعلق على كلامه. تاني يوم بيصحى والتر وبيقعد يفكر شويه، وفي النهايه بياخد قراره وبيروح لسكايلر وبيعرفها انه قرر خلاص يتعالج، عشان يعني لو في امل انه يكون كويس ويعيش معاها هي وابنهم فتره اطول فهيمسك في الامل ده. المهم مش بيكدبوا خبر، وبيروحوا والتر وسكايلر وولت لاول جلسه كيماوي، وبيدخل والتر وبياخد اول جلسه في حياته وبيكون طبعا حزين ومتاثر جدا. في المجمل بعد فتره بتيجي مكالمه لوالتر من جريتشن مرات إليوت وبتعرض عليه تاني يقبل بفلوس العلاج اللي عرضها إليوت، لكن والتر بيرفض وبيعرفها انه هيتصرف وهيتعالج بفلوسه. في اللحظه دي بتتاثر جريتشن جدا وبتطلب منه لو احتاج حاجه يكلمها، وبنفهم من كلامهم ان والتر كان بيحب زمان جريتشن قبل ما تتجوز إليوت، وغالبا ده سبب ان والتر ساب الشركه لإليوت. بعد ما بيخلص والتر المكالمه دي بيروح لجيسي وبيعرفوا انه قرر يصنع المخدرات ويبيعوها سوا ويكسبوا. طبعا بيوافق جيسي فورا وبيروح مع والتر على العربيه عشان يبداوا شغل، لكن بيلاقي والتر العربيه متبهدله خالص بسبب خناقه جيسي وصاحبه. بيتعصب وبيعرفوا جيسي ان من هنا ورايح هو اللي هيصنع المس، ودور جيسي اصلا بس انه يوزعه مش اكتر، ويعرفوا انه هيكون شريك معاه بشكل سري ومش عايز اي حد يعرف اي حاجه عنه، والاهم من ده كله انهم ما يتورطوش في موت حد نهائيا. بيوافق جيسي فورا وبيبداوا الشغل. وفي الايام اللي بعدها بيكون مواظب والتر كويس جدا على شغله في المدرسه وجلسات العلاج وكمان على شغله مع جيسي، لكن في مره وهو شغال في تحضير المس بيتعب جدا جدا، فبيخرج من العربيه يستريح، وهنا بالصدفه بيشوف جيسي على صدره علامات العلاج الكيماوي، فبيتضايق جدا وبيعرف والتر انه عرف دلوقتي انه عنده سرطان، وبيكون واضح انه يعني متاثر فعلا بحالته. وبيعرفوا جيسي انه عانى مع السرطان لان خالته كانت مصابه بيه وماتت بعد 7 شهور بس. وقتها بيفكر جيسي وبيساله عشان كده انت بدات تتاجر في المخدرات بحيث يعني تسيب فلوس لعيلتك قبل ما تموت صح؟ فبيأكد والتر على كلامه. بعدها بيطلب منه يجهز هو باقي الكميه لانه تعبان جدا ومش قادر، فبيجهز جيسي باقي الكميه. بعد كده بيبدا يلف على الناس يبيع لهم وكده يعني، وبيقدر يبيع للناس كتير جدا، وبيرجع باول دفعه فلوس لوالتر. لكن لما بيدي والتر نصيبه من الفلوس بيتضايق والتر لان يعني الفلوس دي قليله جدا، وبيعرف جيسي انهم لازم بعد كده يبيعوا لتجار بالجمله لانهم لو فضلوا يبيعوا كده للناس بكميات قليله مش هيكسبوا. بيعرفوا جيسي ان في تاجر مخدرات بقى حاليا مكان كريزي اسمه توكو، وبيعرفوا انه هيتعامل مع توكو ده ويحاول يبيع له مخدرات، فبيوافق والتر. تاني يوم بيكون والتر في المدرسه عادي خالص،
فبيجي له هانك هناك. وقتها ورى له هانك الماسك اللي لقيه، وعرفوا ان الماسك ده لقيه في مكان شاكك ان في حد كان بيصنع مس موجود في المكان ده، خصوصا ان المرشد بتاعهم كريزي عربيته كانت هناك، ومن بعدها الواد اختفى خالص. هنا بتوتر والتر شويه وبيحمد ربنا انه اصلا قتل كريزي، لانه كان مخبر، فحتى لو كريزي ما كانش قتل والتر كان اكيد هيفتن عليه للشرطه. وبيسال هانك والتر عن القناع، ولو شاكك يعني في حد هو اللي سرقه من المدرسه، لان في زيه في المدرسه كتير. فبينكر والتر انه شاكك في حد خالص. بيعدي هانك الموقف وبينزل المخزن بتاع المدرسه اللي فيه الادوات زي الماسكات وانابيب الاختبار وغيره وغيره، وبيفحص المخزن. بيكتشف ان في ادوات كتير مش موجوده، ودي الادوات اللي سرقها والتر بالفعل لو تفتكر. فبيبدا هانك يشك شويه ان كده الشخص اللي بيصنع المس ده موجود هنا في المدرسه، لكنه حقيقه مش بيشك في والتر نهائيا. وبعد شويه بيكون والتر مروح هو وولت ابنه من المدرسه، لكنهم فجاه بيلاقوا هانك بيقبض على عامل في المدرسه اسمه هيوجو، لان هانك شاكك فيه جدا ان هو اللي بيسرق الادوات دي من المخزن. المهم في نفس اليوم بالليل بيروحوا هانك وماري عند والتر وعيلته يقضوا وقت سوا. فبيستغل والتر الفرصه دي وبيساله هو ليه اعتقل هيوجو، وعرفوا هانك ان هيوجو ده كان ممسوك قبل كده في قضايا كتير سرقه، فشاكك جدا ان هو اللي سرق الادوات. طبعا بيتضايق والتر لان كده هيوجو لبس مصيبه مش بتاعته خالص، لكنه طبعا مش بيقول حاجه وبيعدي الموقف. عامة على الناحية التانية بيروح جيسي وواحد صاحبه اسمه بيت، بيقابلوا تاجر مخدرات توكو اللي قال عليه جيسي لوالتر. ومهم يعني بيتقابلوا جيسي وبيت مع توكو وبيديله جيسي المخدرات، فبيعجب بيها توكو جدا جدا، لكن توكو بيرفض يدي جيسي اي فلوس، وبيعرفوا ان مفيش اي حد مصرح ليه ان هو يبيع المس هنا غيره هو. وبدون مقدمات بيبدأ توكو يضرب جيسي جدا وحرفيا بيعدمه العافية، وبيحذره يفكر يبيع مس تاني في المنطقة دي. بعدها بيتنقل جيسي للمستشفى يا صديقي، وبيجي له والتر هناك يزوره وبيلاقي حالته وحشه خالص وفي غيبوبه كمان مش بيفوق. بيسال بيت عن اللي حصل، فبيعرفوا كل اللي عمله توكو، فبيتعصب جدا وبيطلب من بيت يعرفه كل المعلومات عن توكو لانه ناوي يزعله خالص. فبيعرفوا بيت كل المعلومات اللي يعرفها. تاني يوم بقى بيصحى والتر وبيدخل الحمام وبيغير شكله بالكامل، وبيحلق كمان شعره تماما لانه يعني كده كده بدا يقع بغزاره. بعدها بيقعد مع عيلته واللي بيتفاجئوا من شكله، لكن محدش بيعلق عشان يعني ما يحرجوهوش. وبيخلص والتر فطاره وبينزل من بيته وبيروح على مخبأ توكو، وبيكون معاه كيس مس. بيطلب من الحرس يقابل توكو عشان يبيع له المس، فبيطلعوه لتوكو واللي بيسأله على طول عن اسمه، فبيقول له والتر ان اسمه هايزنبرج، ومن هنا ورايح يا صديقي ده هيكون اسم والتر وسط عالم المخدرات عشان محدش يعرف هويته الحقيقية. المهم بيسأله توكو عن سعر المس اللي جابه دلوقتي، فبيقول له والتر $50,000، 35 حق المخدرات اللي سرقتها من شريكي جيسي و15 عشان انت اهنته. طبعا بيتفاجئ توكو انه شريك جيسي بيقول له هو انت عبيط؟ يعني انا ضربته وسرقت منه مخدرات وانت جاي تبيع لي مخدرات؟ فبيضحك والتر وبيعرفوا ان في غلطه بسيطه في كلامه، لان اللي جاي بيه دلوقتي حاليا مش مخدرات بل زئبق شديد الانفجار. بدون مقدمات بياخد والتر بلوره من الزئبق ده وبيرميها، فبوم بيحصل انفجار قوي جدا، لكن يعني عامه ما حدش بيتاذي. بعدها بيمسك والتر باقي الكيس بتاع المتفجرات وبيطلب من توكو الفلوس والا هيفجر الكميه كلها. بيخاف توكو وبيديله الفلوس، وبيعرفوا على فكره انه شجاع وعجبه جدا وعايز يشتغل معاه. فبيعرف والتر انه موافق، ولكن بشرط انه هيستلم الفلوس اول ما يسلموا المس في كل مره يبيعهم، وكمان لازم يشتري في المره كيلو مس كامل على الاقل، واللي هيكون سعره $70,000 لانه مش هيبيع له اقل من الكميه دي. فبيوافق توكو جدا على كل الشروط دي، وبياخد والتر الفلوس وبيخرج من المكان بكل شياكه. تاني يوم بيروح والتر لجيسي وبيديله نصيبه من الفلوس، وكمان بيديله $15,000 التعويض كاملين ومش بياخد منهم اي فلوس. بيعرف جيسي كل اللي حصل وانه ناوي من دلوقتي يشتغل مع توكو وهيبيع له كيلو في الاسبوع. بيتصدم جيسي وبيعرفوا انه مش هيقدر يجيب الكميه الكافيه دي كلها من المواد الخام اللي يستخدموها في صناعه المس عشان يعملوا كيلو في الاسبوع. فبيعرفوا والتر انه هيتصرف. بعدها فتره من كل ده بيروحوا هما الاتنين كالعاده يقابلوا توكو وبيدوا كميه الاسبوع، لكنها بتكون اقل من كيلو بكتير. فبيعرفوا والتر انهم معلش يعني قابلوا ازمه في انتاج المس اخر فتره، لكنه بيعرفوا ان الاسبوع الجاي هيسلموا 2 كيلو مش كيلو، وده اللي هيمشي معاهم بعد كده، ولكن معلش يعني عايز حساب الاسبوع ده مقدم بحيث يعني يشتري المواد الخام. فبيديله توكو جزء كبير من المبلغ فعلا، وبيحذروا انه لو ما جاش بالكميه كامله هيزعله. فبيوافق والتر وبيسيبه بيمشي، وبيرجعوا هو وجيسي على البيت، وبيطلب والتر من جيسي شويه طلبات ومواد كيميائيه يجيبها له، وهيصنعوا المس ده بكميات كبيره جدا من غير ما تبقى في اي مشكله في المواد الخام. فبيفرح جيسي وبيوعده انه هيجهز كل حاجه للشغل. اما والتر فبيروح على البيت وبتكون في حفله كبيره كده حاضرينها الكل بمناسبه يعني ان سكايلر تمت 7 شهور حمل، وبيكونوا الكل بيقدموا دلوقتي هدايا لسكايلر.
بما فيهم ماري واللي بتديها تاج ذهب كامل كهديه لبنتها اللي يعني جايه في السكه. فبتفرح سكايلر وبتشكرها جدا. بعد الحفله بقى بيقعد والتر مع سكايلر وبتعرفوا سكايلر انها هتبيع التاج ده وهيستفيدوا بفلوسه، ويقول لها والتر زي ما تحبي. بعدها بيعرفها انه هيسافر كام يوم كده لمنتجع طبي عشان يحسن حالته. فبتوافق سكايلر على كلامه وبيناموا. تاني يوم بتروح سكايلر تبيع التاج، لكنها بتتفاجئ ان في المحل بيقبضوا عليها ان التاج ده اصلا ماري كانت سرقاه. لكنهم في النهايه بيضطروا يسيبوا سكايلر لانها مش مذنبه، ده حتى كانت جايه تبيع التاج وبالتالي اكيد مش هي اللي سرقته وجايه تبيعه، مش عبط يعني. المهم اول ما بتخرج سكايلر بتروح تقابل ماري وبتسالها ليه بتسرق اصلا وليه بتعمل كده، بس ماري مش بتديها اجابه واضحه وبتعرفها انها ما سرقتش اي حاجه وبتسيبها وبتمشي. لكن طبعا سكايلر بتاكد انها كدابه، بس يعني مفيش اي حاجه في ايدها حاليا تعملها فبتمشي. اما والتر بيروح لجيسي بيلاقي جاب كل حاجه ما عدا ماده اسمها الميثلامين لان بيعها ممنوع، لكنه ليه حد يسرقها له من مصنع كيماويات بس هياخد $10,000. طبعا بيستكبر والتر المبلغ وبيعرف جيسي ان هما اللي هيروحوا المصنع ويسرقوا الميثلامين بنفسهم. وفعلا صديقي بيروحوا للمصنع وبيقدروا ياخدوا الميثلامين وبيمشوا. بعد كده بيروحوا على المخزن بتاع بيت جيسي وبيبداوا هناك يصنعوا الميث بكميات كبيره، وبيقدروا فعلا يصنعوا الكميه المطلوبه في الوقت المناسب. وتاني يوم بيروحوا يقابلوا توكو ورجالته ومعاهم 2 كيلو كاملين وشويه كمان. لكن توكو بيستغرب من لون الميث الجديد، فبيعرف والتر انه غير الوصفه والميث ده اقوى بكتير. بس توكو مش بيصدق غير لما بيجرب بنفسه عينه وبيلاقيها فعلا قويه جدا. بيفرح وبيدي والتر فلوسه كامله وبيعرفوا ان شغلهم من النهارده بدأ بجد. وقتها بقى واحد من رجاله توكو بيتكلم وبيهدد جيسي وولتر انهم لو فكروا يخونوا توكو هيزعلهم، لكن توكو مش بيقبل الكلام ده وبيحسوا تقليل منه، فبيمسك الراجل ده وبيعدمه العافيه حرفيا قدام جيسي وولتر. فبيخافوا جدا وبيحسوا كده ان السكه دي مش هتبقى سهله نهائيا، لكنهم مش بيعملوا حاجه وبيستنوا توكو لما بيخلص ضرب في الراجل ده. بعدها بياخد توكو رجالته وبيمشوا، وبيفضلوا وولتر وجيسي مصدومين من اللي حصل ده ومش عارفين الايام الجايه مخبيه لهم ايه. وهنا بتكون نهايه الموسم الاول من المسلسل، ولكن لسه القصه ما خلصتش خالص لان مستر وولتر او هايزنبرج قدامه لسه مشوار كبير جدا في عالم المخدرات والمشاكل، وهنشوف في المواسم الجايه من المسلسل. بس لحد ما يحصل ده ما اقدرش اقول لك غير بس كده، سلام.